أغلب المهندسين المدني يقول لك الخرسانة سرها باتع. ليه المواد الخرسانية أو المواد الأسمنتية بصفة عامة مهمة جدا في المنشآت أو في الديكور أو في التصميم أو في الكلام ده كله. بمنتهى البساطة الخرسانة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حديد تسليح، ده لو هي خرسانة مسلحة حديد تسليح وزلط ورمل وأسمنت ومية. ولو هي مش مسلحة أو خرسانة عادية بيكون زلط ورمل وأسمنت ومية من غير حديد تسليح فبتبقى خرسانة عادية. او لو هنخش في المونه بتكون اسمنت ورمل وميه فتديك مونه. اهم حاجه عندي في المواد الخرسانيه او الخرسانه المسلحه او الخرسانه عموما هي سهوله التشكيل. هي عباره عن مواد زي الاسمنت، عامل حاجه عن باودر وبتاع شويه ميه تقدر انها تتحول لخليط بيتصب في قوالب فيطلع لك شكل. بعد ما يثبت الشكل ده بقى بيتحمل الضغط جدا جدا، وكمان من معاك زي ما قلنا في التشكيل. طيب، نقدر نعمل الموضوع ده بشويه الاسمنت والرمل والميه فيبقى اوبجكتس صغيره قوي ممكن ان انت تطلعها من الخرسانه المسلحه زي اللي باين عندي دلوقتي في الصوره دي. الخرسانه بصفه عامه بتتحمل جدا الانضغاط او بتتحمل الضغط بشده. طيب، هل في عيوب للخرسانه؟ طبعا في عيوب كتير قوي للخرسانه، خلينا نتكلم فيها. اول حاجه الكثافه الظاهريه، شكلها كثيف جدا وبتبقى ضخمه جدا، وده عيب من عيوب الخرسانه المسلحه والخرسانه عموما بشكل عام. تاني حاجه مقاومتها للشد ضعيفه. يعني لو ما خلينا الخرسانه دي على مسافه طويله قوي ومفيش اي حاجه شايلاه من تحت، الاحمال اللي هتيجي عليها هتخليها تتكسر من النص. طيب، تالت حاجه وزنها التقيل، وزنها كحمل على نفسها في حد ذاته، وده اللي تسبب في الحاله التانيه او في السبب اللي احنا قلناه رقم اتنين، ان هو بتتسبب في النهايه ان هي يحصل فيها كراك او يحصل فيها شروخ لانها ما بتحملش الشد او ما بتحملش انها تكون شايله نفسها على مسافات كبيره لانها تقيله. معدلات وقت الصيانه بتاعها طويل. يعني لو احنا عندنا مشكله حصلت في خرسانات دي بتاخد او في حديد التسليح اللي جوه الخرسانه ده بياخد وقت طويل جدا في ان احنا نعالجه وبتعمل تكلفه كبيره. طيب، لو جينا نتكلم على الاشكال اللي ممكن نستخدمها دي، احنا عندنا في 3 انواع من الاشكال اللي ممكن نستخدمها في التصميم الداخلي او في الديكور ليه علاقه بالمواد الاسمنتيه او المواد اللي هي فيها شكل خرساني. عندنا النوع الاول اللي هو اللي بيكون سطح بتاعه ناعم، وفي النوع الثاني اللي بيكون السطح بتاعه خشن، وفي النوع الثالث اللي بيكون السطح بتاعي ملون. طيب، خلينا نتكلم ازاي ان احنا نقدر نلون اصلا الحاجات الكومبوننتس او المكونات الخرسانيه اللي عندنا دي. بمنتهى البساطه احنا بنضيف مواد، حاجه اسمها مواد ايبوكسيه، ده باودر كده ممكن انها تضاف كملونات او كاضافات على الاسمنت فيديني نسبه تخليط. دي طبعا كل ما الاسمنت زاد في نسبه التخليط هيديني نعومه اكتر في السطح، وكل ما الاسمنت قل بالتالي الرمل زاد هتديني ملمس خشن. طيب، هل زيادة الأسمنت ممكن تسبب مشاكل؟ زيادة الأسمنت ممكن تسبب إن يحصل شروخ أو تنميل. زيادة الأسمنت زيادة عن اللزوم ممكن يحصل شروخ أو تنميل في الأوبجكت أو في الكومبوننتس أو في المكونات أو في الأجسام اللي إحنا عاملينها بمادة الأسمنت أو بالسيمنت. وفي نفس الوقت احنا عندنا عيب خطير زي ما قلنا في الخرسانه بشكل عام او في الاسمنت بشكل عام، ان القطعه التصميميه دي بتكون تقيله جدا. وعشان كده احنا عاملين البدايل او في بدايل اللي هي بتاعه الجي ار جي والجي ار سي والجي ار بي والحاجات دي كلها. هي تعتبر من البدايل اللي ممكن انها تكون بتدي متانه عاليه جدا ووزن خفيف وفي نفس الوقت تديني الشكل الاسمنتي اللي احنا بنحبه. ولكن في ناس بتفضل انها تعمل القطعه بتاعتها وتشتري القطعه بتاعتها تكون فعلا اسمنتيه. وفي الحاله دي عشان نخفف في الوزن شويه ممكن ان احنا نعملها رغويه او بنعمل الخرسانه الرغويه، ان احنا ممكن نملى الخرسانه من جوه بحاجه زي الفوم كده او زي الفل كده، او ممكن انها عن طريق انها يبقى فيها ضغط هواء فتبقى رغويه تبقى مديه الشكل العام، ولكن جوه فراغات هواء. الفراغات الهواء دي ما تاثرش على الاوبجكت بشكل كبير، ولكن في نفس الوقت هي بتديني خفه وزن بدل ما يبقى مصمت بالكامل.